السلام عليكم شيرات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم تحليه بزاف بنينه بذوق الفراوله لسهرتكم الرمضانيه ان شاء الله. ديروها وكي العاده على ضمانتي. صلوا على رسول الله عليه أزكى صلاة والسلام، ويلا نبدو التحليه تاعنا. بون، في وعاء تاعنا نديرو كاس ونصف حليب. انا استعملت كاس ونصف. هي اذا بغيتي ديري 2 كيسان تاني زيدي كميه المواد الاخرين. انا درت كاس ونصف وجوج مغارف فلون بذوق الفراوله وجوج مغارف مايزينا، حركتهم بارد في بارد ومن بعد درتهم فوق النار هاديه مع التحريك المستمر حتى يعقد الخليط تاعنا. احنا جبت بسكوي، اي نوع بسكوي يكون عندكم جيبوا كميه منه ونطحنوه في الاشواق كما كنت تشوفوا، ومن بعد نزيدو له 2 مغارف دهان كبار، 2 مغارف زبده دائبه. نعاودو نقشوهم باش البسكويت تاعنا يتماسك ويتخلط مع هذيك الزبده باش نديروه قاعده في التحليه تاعنا ونخلوه دو كوتي. بون، ها هو الخليط تاعنا الاول. الفلان كان ديجا سيعقد معنا، نزيدو له مغرف كبيره زبده بدرجه حراره المطبخ، نخلوه دو كوتي، نغطوه ونخلوه يبرد. ومن بعد نجيبو لي فيغين تاعنا ولا اللي غادي نديرو فيهم التحليه تاعنا. نديرو في القاعده هذاك البسكوي اللي زدنا له الزبده الدائبه، نكرازوه كيما هاك بهذه الطريقه. ومن بعد نجيبو قطع الفراوله، انا قطعتهم على شكل شرائح وستفتهم هكا في لي فيغين في الجوانب تاع لي فيغين باش يعطونا منظر شباب. ومن بعد جبنا هذاك الفلان اللي كان برد، زدنا له كاس تاع شانتيي وزدت له مغرف كبيره تاع فوغاج بذوق الفراوله، وهذه اختياريه تقدروا تستغناو عليها، انا كان متوفر عندي درته. ونخلطوا بالباتور حتى تطلع معنا هذيك الشانتيي مع الفلان وتولينا على شكل كريمه. نبوشوهم نديروهم في لي فيغين تاعنا بهذه الطريقه، يجي المنظر تاعهم بزاف شباب والبنه بلا ما نحكي. وكطبقه اخيره درت الفوغاج اللي كان عندي من الفوق كما كنت تشوفوا، زينت به و ميم طون يعطي بنا شابه. واللي ما عندهاش دير قطع فراوله صغيره مثلا، تزيين اختياري. نمسحوا الجوانب هكا اي كريمه زائده باش نقدموهم بصوره شابه. وها هي التحليه تاعنا واجده، جربوها وبصحتكم ما غاديش تندموا ان شاء الله. سلام شيرات، باي باي.